راس حربه كانوا بيتوهوا من بعض، انما دلوقتي مصطفى فتحي مع حازم مع عمر مع باسم مع عيد بيعملوا مشكله لاي خصم اهو، لو فاقهم بيعملوا مشكله. بصوا هنا ميزه الزمالك بقى اهو، بصوا ميزه ايه الزمالك بقول لحضراتكم دي ميزه الزمالك، وجبناها من اول السطر. وباسم يحط هدف جميل في الدقيقه 16 وكانه بيقول للرجاء كفايه بقى خلاص احنا هنلعب. فباسم باسم مرسي في الدقيقه 16 من زمن الشوط الاول يحرز هدف جميل من 4 لعيبه. بص عيد وتحرك بدون كره حلو قوي، وبص فوق. انما طبعا ايه عاوز اقول ميسي، الناس هتقول لي ميسي ايه يا عم بقى وبتاع ديك حق يا عم، الراجل امبارح بحتر المدافع بتاع بايرن ميونخ ميسي بحتره وهو بيجري بسرعه 600 كيلو، يعني مش على الواقف زينا اهو. ادي على طول الكره اتلعبت مصطفى لعيد، بصوا اهو لباسم ريح نفسه وعمل لب حلو قوي على اسلام طارق. واللي لسه جاي بقى بنقول له ان نادي الزمالك تقدم بهدف في احلى لعبه في الشوط الاول حتى الان وبيروح مني الدوري. انا عاوز 3 نقاط حتى لو ايه وانا واقف. هنشوف الزمالك في هذا اللقاء هيعمل ايه. اهو عمل لسه بقول لحضراتكم يعني فرحتي بالفن والهندسه ويضيع مني الدوري، انما اللي تكسب بيه تلعب بيه. وادي مصطفى فتحي يحط الهدف الثاني يعني في وقت قاتل يعني فيه الناس كانت هتنام. 2-0 لنادي الزمالك. مصطفى فتحي اهو المجتهد لما اتنقل ناحيه اليمين بان، انما لما رماه في الحته الهو اللي هناك ديت يعني ايه اتظلم. اذا مصطفى فتحي لما يجي ناحيه اليمين ناحيه الحريفه اهو. و2-0 لنادي الزمالك في الدقيقه يعني 28 الهدف الثاني زي ما انتم شايفين كده من زمن الشوط الثاني. 2-0 ادي حفني يا سلام، ادي كعب وادي باظه كده قضاء وقدر تروح للمحريف دهوت تحط الكوره يحطها على شمال اسلام طارق. 2-0